قانون الإيجارات القديم الجديد، قانون الإيجارات الجديد القديم، قانون الإيجارات القديم اللي مجددينه. حقيقة أنا اتلخبطت. أنا عارف إن ممكن أكون من آخر الناس اللي اتكلموا في موضوع قانون الإيجارات القديم والقانون الجديد اللي صدر في حقه، بس أنا كده وبعكس زملاء كتير محبش أتكلم في حاجة إلا لو كانت حصلت فعلا، عشان ما اقولش كلام ويرجع الكلام يتغير ويبقى شكلي وحش قدامكم. وبما إن مجلس النواب خلاص وافق على القانون فعلا، فتعالوا نتكلم فيه. طيب بعد ما نصلي على النبي كده، أول حاجة القانون قالها إن القانون اللي هو التعديل الحاصل يسري على الأماكن السكنية والأماكن غير السكنية. يعني مأجر مكان تسكن فيه زي مأجر مكان تبيع فيه، زي مأجر عيادة، زي مأجر مكتب، زي مأجر مكان تمارس فيه النشاط بتاعك. طالما أجر في ظل القانون القديم فهيسري عليك القانون اللي هو حاليا، اللي هو صدر حاليا، القانون الجديد حاليا. بس الأماكن اللي متأجرة كسكن عقود الإيجار بتاعتها هتنتهي بعد 7 سنين من تطبيق القانون. أما بقى الأماكن اللي متأجرة لأي غرض تاني مش غرض سكني، محل، مكتب، عيادة، مكان تمارس فيه النشاط بتاعك، فالمدة هتكون 5 سنين بعدها ينتهي العقد بتاعك. ده لو ما حصلش أي اتفاق تاني بين المؤجر والمستأجر قبل المدة ما تنتهي. طيب الموضوع هيتم ازاي؟ كل محافظة هيبقى فيها لجان حصر. اللجان دي هتقسم المناطق اللي متأجرة لغرض السكنة لمناطق اقتصادية، مناطق مميزة، مناطق متوسطة. اللجان دي المفروض هتخلص مهمتها أو هتنهي مهمتها خلال 3 شهور من تطبيق القانون، وممكن المدة دي تمتد لمدة كمان، بس مدة واحدة مماثلة، فيبقى 3 شهور و3 شهور 6 شهور. ده أقصى مدة ممكن يعني، بس المدة دي بتمتد بقرار من رئيس الوزراء. يعني مدة اللجان 3 شهور، ما خلصوش في ال3 شهور تمتد كمان 3 شهور، بس بقرار من رئيس مجلس الوزراء والمرة واحدة بس. بص يا سيدي، أول ما القانون يتطبق المناطق المميزة الأجرة فيها هتزيد 20 ضعف، بشرط ان الأجرة ما تقلش عن 1000 جنيه. اما الاماكن الاقتصادية والاماكن المتوسطة الأجرة هتزيد فيها 10 اضعاف، وبحد ادنى 400 جنيه للاماكن المتوسطة و250 جنيه للأماكن الاقتصادية. طيب لحد لجان الحصر ما تخلص مهمتها وتقول الأماكن الاقتصادية فين والأماكن المتوسطة فين والأماكن المتميزة فين، أنت ملزم كمستأجر من أول ما يتم تطبيق القانون إنك تدفع الأجرة الشهرية 250 جنيه لحد لجان الحصر ما تخلص مهمتها. وخلي بالك، أول القانون ما يتم نشره في الجريدة الرسمية أنت كده أوتوماتيك تدفع الأجرة الشهرية 250 جنيه عشان ما يحصلكش مشكلة. انت كمستأجر يعني 250 جنيه شهري، تدفع الأجرة 250 جنيه شهري أول ما القانون يتنشر في الجريدة الرسمية. طيب لجان الحصر خلصت شغلها وانت طلعت من الفئة المتوسطة أو الفئة المميزة، اللي هو بيدفع طبعا أكتر من 250 جنيه، بيدفع حد أدنى 400 أو بيدفع حد أدنى 1000. الفرق ما بين 250 جنيه و400 أو 250 جنيه و1000 أو أكتر، أنت ملزم تدفعه للمالك. كمستأجر ملزم تدفع المبلغ الفرق ده للمالك، وممكن تدفع الفرق ده على أقساط على مدد مساوية للمدة المستحق عنها. بمعنى انت بقالك مثلا 6 شهور بتدفع 250 جنيه، لجان الحصر قالت لا انك هتدفع 400، انت منطقة متوسطة، قالت لا انت هتدفع 1000، انت مكان مميز. فالفرق ما بين ال 250 وال 1000 او ال 250 و 400 انت ملزم تدفع الفرق ده عن المدة السابقة اللي هي من وقت تطبيق القانون. بس ممكن مثلا المبلغ ده انت بقالك 6 شهور بتدفع 250 جنيه، فتراكم مبلغ تقدر على مدار 6 شهور تسدد الفرق ده. يعني 6 شهور بتدفع 250 بس والمبلغ طلع 1000 طلع 400، بتشوف الفرق كام وعلى مدار ال6 شهور اللي بعدها بتدفع الفرق ده. كلامي ده للأماكن اللي متأجرة كسكن. الأماكن التانية بقى غير السكنية اللي متأجرة محل، عيادة زي ما قلت، أو مكتب، أو مكان تمارس فيه النشاط بتاعك، أول ما القانون هيصدر أول أجرة هتدفعها بعد القانون ما يصدر هتكون 5 أضعاف الأجرة اللي أنت بتدفعها. وخلي بالك إن الأجرة هتزيد سنويا بنسبة 15%. يعني النهاردة مثلا أنت بتدفع أجرة 1/7 اللي جاي أنت الأجرة بتاعتك تزيد 15%، أوتوماتيك تعرض الأجرة بالزيادة بتاعتها. وخلي بالك لازم تعمل ده عشان ما تتعرضش للمشكلة. أول ما تنتهي المدة اللي هي 7 سنين للسكني و5 سنين لغير السكني، انت كمستأجر بتسلم المكان اللي انت مستأجره او المكان اللي كان خلفك مستأجره والعقد امتد ليك.
كان بقى مثلا والدك، كان مثلا زوجك، كان مثلا ايا كان. في حالتين بتسلم المكان اللي انت مستأجره حتى قبل مضي ال7 سنين. طالما توفرت حالة من الحالتين دول انت بتسلم المكان حتى قبل انتهاء المدة. اولهم انك مثلا تكون سايب المكان مغلق لمدة سنة بدون مبرر، لو ثبت ان الشخص المستأجر او اللي امتد ليه عقد الايجار. فانت سبت المكان مغلق لمدة سنة ومفيش مبرر ان المكان ده مغلق ليه لمدة سنة، ما انت كده مش محتاج الوحدة يبقى ترجع لصاحبها. تاني حالة، لو ثبت ان المستأجر او الشخص اللي امتد ليه عقد الايجار بيمتلك وحدة سكنية او غير سكنيه، ويكون الوحده دي بيستخدمها في زاد الغرض اللي هو مستاجر المكان من اجله. دي تاني حاله بتخليك تسلم الوحده المستاجره بتاعتك حتى قبل انتهاء المده اللي اقرها القانون. طيب الناس اللي هتمشي من الاماكن اللي هي مستاجراها دي هتروح فين؟ هتترمي في الشارع قبل ما تنتهي المده المحدده. انت كمستاجر ليك الحق ان انت يتم تخصيص ليك من الحكومة وحدة سكنية او وحدة غير سكنية، ايجار او تمليك. وطبعا ده هيكون من الوحدات اللي بتوفرها الدولة. طبعا ده بعد ما تكون انت كمستأجر او انت كشخص امتد ليه عقد الايجار تكون قدمت طلب ويكون مرفق بالطلب بتاعك قرار اخلاء وتسليم العين المستأجرة. طبعا الوحدات دي بيكون فيها اولوية للمستأجر الاصلي او لزوجته او لوالديه على حسب مين كان مقيم معاه في الوحدة اللي هو مستأجرها. وده طبعا بيكون في حال تزاحم الطلبات وان في طلبات كتير جاية من ناس كتير، فدول بيكون ليهم الاولوية.